ختمنا الفيديو اللي فات بالآية العظيمة دي، وصدقني الآية دي ما ينفعش تعدي كده. الآية دي وعد، بس الوعد ده لناس معينة. فسؤال مهم قوي، ايه هي النفس المطمئنة؟ وهل الصفات دي فيا وفيك ولا احنا لسه في السكة؟ خلينا نسأل نفسنا بصراحة، وقت المصيبة بنقول ليه يا رب ولا بنقول الحمد لله على كل حال؟ ومش معنى رضا ان الوجع يختفي، معناه ان القلب ما يعترضش. ووقت التفكير في المستقبل بنقعد نحسبها بالثانية وبالجنيه، واللي بنستعينه ونتوكل على الله. الله الرازق الكريم علام الغيوب. علشان نوصل للنفس المطمئنة لازم نفهم ان في درجتين قبلها ونتعامل معاهم صح قوي. رقم واحد، النفس الأمارة بالسوء. دي النفس اللي بتشجعك على الغلط، اللي تقولك محدش شايفك، مرة مش هتفرق، بكرة ابقى التزم. وقت الخلوة تجرك للحرام، وقت الصلاة تأخرك، ووقت الغضب تطلع منك كلام ما يرضيش ربنا. والحقيقة النفس الأمارة بالسوء مش عايزة منك غير حاجة واحدة بس، انك تسيبها هي اللي تسوق. رقم اتنين، النفس اللوامة. دي المرحلة التانية، مرحلة انك لسه بتغلط بس قلبك ما بقاش مرتاح. تغلط وتندم، تقصر وتلوم نفسك، ترجع وتستغفر. ودي نعمة، لان ربنا سبحانه وتعالى مش مستني منك الكمال، فعلى الاقل تكون صادق النية. فاستغل النفس اللوامة لصالحك. توبة دايما، استغفار دايما، رجوع من غير يأس. كل يوم او كل يومين امسح ذنوبك عشان يوم الحساب تكون خفيف. نوصل بقى لأعظم مرحلة، النفس المطمئنة. النفس المطمئنة مش نفس ما بتغلطش، دي نفس بتغلط بس ترجع بسرعة. النفس المطمئنة عكس كل حاجة في النفس الأمارة بالسوء. صلاتك في وقتها براحة وسعادة، الطاعات بتيجي من غير ثقل، غض البصر بقى أسهل، ذنوب الخلوات تتحول لطاعات خلوات. وانت يا اختي الحجاب اللي كان تقيل على قلبك بقى خفيف عشان النية بقت ابتغاء مرضات الله. السؤال بقى، نوصل للنفس المطمئنة دي ازاي؟ يعني بالمجاهدة، ترك المعاصي، الصبر، بالرضا. تجاهد النفس الأمارة بالسوء طول الوقت، وتستغل النفس اللوامة في التوبة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوصلك لحب الطاعة والرضا التام. وخليك فاكر دايما، من رضي فله الرضا. سعادتنا الحقيقية في القرب من ربنا. الاطمئنان الحقيقي مش في اللي في ايدك، ده في اللي في قلبك. فاللهم اجعلنا من النفوس المطمئنة الراضية المرضية، وادخلنا في عبادك وادخلنا جنتك. بس كده، توقفش الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.